اهلا بكم على قناة البورصاجي. النهاردة انا عامل فيديو عشان هتكلم فيه على مبدأ من اهم المبادئ في التريدينج، والمبدأ ده اسمه الانفرجن فير فاليو جاب. طيب، علشان نفهم بس الكونسبت ده، والكونسبت ده مهم جدا عشان تعرف بعد كده تحدد عليه دخلاتك وخارجاتك والتيك بروفيت والستوب لوس بتاعك. لازم تفهمه الاول بشكل مبسط. خلينا نقول انتوا عارفين انا دايما احب ايه ادي كده على شورت اكزامبل او مثال علشان الناس تفهم انا بتكلم في ايه. دلوقتي انا فاتح الناسداك، شورت الناسداك على ال1 اور، اوكي، وعايز اطلع من الشورت ده حاجه اسمها انفرجن فير فاليو جاب. زي ما انتوا شايفين معايا هنا، دي عندي كده، دي كده فير فاليو جاب. شايفين انا بتكلم على دي فير فاليو جاب. اوكي، انا عندي من اخر الشمعه دي لاول الشمعه دي فير فاليو جاب. بص اللي حصل ايه، البرايس نزل وبعد كده قعد اكيوميليت بعد كده عمل اختراق للفير فاليو جاب دي. هنا عينك تبتدي تنور. ليه بقى؟ لان اول ما البرايس يحب يخترق فير فاليو جاب زي دي وطلع كسر لفوق، اعرف ان دي البرايس هيرجع لها تاني يعمل لها تيست. من الحته دي البرايس بيحب يروح يتست تاني وبعد كده ياخد الدايركشن بتاعه. شايفين اللي حصل؟ ادي اول فير فاليو جاب، بعد كده البرايس طلع عمل لها اختراق. فوانس انك ما تشوف المنظر ده تستنى البرايس يرجع لها تاني، لان هيعمل تيستنج للنقطة دي تاني. اول ما يعمل تيستنج للنقطة دي تاني تكون انت اوريدي محضر التريدة بتاعتك. بصوا شايفين التريدة بتاعتي هتبقى عاملة ازاي؟ يبقى انا داخل، دي دخلتي من هنا، دي دخلتي من هنا، الستوب لوس بتاعي تحت الايكوال لو دول، والتيك بروفيت بتاعي فوق هنا. ده مبدأ مهم جدا لو عايز تخش صفقة فعلا تكون الستوب لوس بتاعها قليل قوي ومضمونة ووراها قصة، وراها ناريتيف، لان انت متارجت الانفرجن فير فاليو جاب. ده واحدة من الحاجات ان احنا بنستخدمها في المودلز عشان هاو تو ابروش ان انتري، او علشان ازاي تخش صفقة تكون فيها ضمان ان انت فعلا محلل صح. تمام، ده مثال وهديكم مثال تاني علشان تفهموا اكتر. طب انا دلوقتي شفت دي وما لحقتهاش، هوريك قد ايه البرايس بيمشي عليها كما قال الكتاب. هشيل كل ده، هشيل كل ده تاني. فلنفترض ان انا ما شفتش التريده دي والفير فاليو جاب اللي حصل لها انفرجن دي طلع، وبعد كده البرايس اللي عمل لها تيست تاني وبعد كده كمل تاني. هاخد مثال تاني، هشيل دي كمان عشان الناس تفهم انا بتكلم في ايه. هاخد المثال ده، بصوا دي قدامي فير فاليو جاب اهي، تانية اهي، من اخر الكوكايه لاول الشمعه اللي تحتها. شايفين انا اوريدي هنا الفير فاليو جاب دي، بص البرايس عمل ايه، عمل لها اختراق، بقت ايه، انفرجن فير فاليو جاب. وانس انها بقت انفرجن والبرايس طلع، بص حصل ايه تاني، البرايس نزل عمل لها تيست. لازم يعمل لها تيست تاني ويبتدي ياخد الاتجاه بتاعه. فانا لو حبيت اخش تريده زي دي، هروح برضو عامل دخلتي من هنا. الستوب لوس بتاعي هيبقى ممكن كتير شويه لغايه هنا، لان ممكن البرايس بس يحب يعمل وكايه ولا تحت، ومتارجت لغايه الليكويديتي اللي فوق دي. شايفين يعني؟ هعملها تاني بالمثال. هخش خلاص، اول ما دخل لي في التيست بتاع الانفرجن فاليو جابها، دي دخلتي من هنا. متارجت ايه؟ متارجت ال سوري، متارجت الهاي اللي هنا دي، الليكويديتي اللي هنا. انا متارجت ده. طبعا هصغر شويه عشان الناس تشوف برضه انا بعمل ايه بالظبط. حاطط الستوب لوس بتاعي فين، هحط الستوب لوس بتاعي هنا علشان بس تو افويد اي وكايه ممكن يعمل لي وكايه هنا يحب يغطي الفير فاليو جاب دي ويطلع تاني. بس هنا عشان تحت الاوردر بلوك. فهمتوا الكونسبت ده؟ مثال تاني يشرح قد ايه ان الانفرجن فير فاليو جاب فيري سنسيتيف، والبرايس بيحترمها احترام غير عادي. وده ابروتش ممكن تاخده في صفقتك، تبقى ضامن ان انت داخل صفقه مضمونه. الستوب لوز بتاعك سوفر قليل، وعارف ان البرايس كده في حاله صعود. فعشان لما تشوف بعد كده البرايس في حاله صعود تعرف ازاي اخش منين. ما هو البرايس خلاص جري من هنا. طب انا ما ينفع اخش في النص هنا؟ لا، ما ينفعش اخش في النص هنا، هستنى اشوف دي فير فاليو جاب. ما احترمهاش يعني ايه؟ يعني اخترقها وكمل. طب انا عامل ايه؟ استناه يرجع لي تاني للحته دي، المربع ده،
لان ده هيبقى فيري سنسيتيف، ان البرايس يا دوبك شايف لمس عمل وكايه وطار على طول لفوق. فدي تبقى داخله مضمونه 100%. على فكره يا جماعه ما حدش بيقول الكلام ده، يعني شوفوا على الانترنت وخشوا على بقيه الناس والقنوات التانيه، مفيش حد بيتكلم على الكلام ده. محدش يقدر يقول لك تخش منين وتطلع منين، كله بيديك باترنز وخلاص. فاتمنى اكون انا بفيدكم بالمعلومه دي، ودي واحده من الاستراتيجيات اللي انا بستخدمها حتى في دخلاتي. اللي محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.